تنحنيش ولا تنكسر ولا تبكي عمرك عاللي راح، وارمي ورا ظهرك وعيش في الدنيا مطمن مرتاح. المر العطر حياتك ابلع، والحزن لو زودها حبة امنع، والجرح يخليك تسكى منه واخدعه. خليك في وش الريح، خليك في وش الريح، خليك في وش الريح، خليك في وش الريح. وده هو اليأس وده بلاش تستلم للدموع ابدا عينيك، وانسى اللي كان جنبك وكان دايما ناسيك. فتح وشوف ايه اللي ليك وايه عليك، وهي بتطاوع الغرور وتقول انا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ما تنحنيش، اغنية قوية جدا لنجم محترم جدا بيغني من القلب. خليني اقول لحضراتكم انا بحترم قوي المطرب اللي قبل ما بيحترم نفسه بيحترم الجمهور. النهارده مطرب صرف على الاغنية عشان المشاهد يشوف صورة تليق بيه، اختار اغنية كلمات ولحن مصروف على اغنية واضح. يعني ما تنحنيش اللي حضراتكم شفتوها الحان المحترم المطرب احمد سعد، هو مطرب وملحن. انا في البدايه بحب ارحب بضيفي الفنان المحترم نشأت شوقي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا اسماء. لا الكسوف ده من اوله مش هينفع. الانكار مش هيفيدك. لا خالص. منور، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام والله الحمد ومعايا الناقد الفني والمؤرخ خالد كمال. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وسعيد بوجودي مع حضرتك في بوابه الاعلام الحر مصر البلد. اهلا بيك يا استاذ خالد. طبعا انا عشان نرتب حوارنا واقول لمشاهدينا انا عندي حاله هيناقشها معايا المؤرخ والناقد الفني الاستاذ خالد كمال، وكمان معايا نجم هيغني وهيعبر عن غناه وهيقول لحضراتكم بوجهة نظره. يعني شوفوا انا بقدم فن عامل ازاي، واللي يتسمع عنهم واللي مشهورين واللي بيقولوا عليهم انصاف النجوم من وجهة نظري عاملين اغاني لا تليق. فعشان كده انا بقبل بالاغاني المحترمة دي، وان شاء الله الشهرة ما جت. تتفق معايا في ده؟ طبعا. ايه يعني انا بغني عشان انا حابب اغني وحابب ان انا اقدم حاجه كويسه، مش بغني عشان ان انا لمجرد ان انا ابقى موجود او ان انا بعمل حاجه زي الحاجات اللي انا مش راضي عنها. مش هعرف اعمل ده. يعني لو انا جبت لك كلمات سيئة عندك استعداد تغنيها؟ بس هشهرك، وعد هيخليك نجم مصر. مش عاوز اغني. بقول لك وعد خالص. مش عاوز اغني خالص. طيب هاخد اسماء من اسكندريه وارجع اشوف موضوع خالص بتاعت نشأت شوقي دي. قالوا لي يا استاذه اسماء اتفضلي. الو. اتفضلي يا فندم. اهلا بيكي. ايوه يا استاذ محمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، في نعمه كبيره. بقول لك حضرتك دلوقتي انا مقدمه في المعايا سود من شهر 11. هو احنا رحنا للفقره الفنيه بس تحت امرك طالما اتصلتي. انت مقدمه على المعاش من شهر انا مقدمه من شهر 11 ورحت سالت بعد كده في التكافل دوت. قالوا لي انت عندك املاك وعندك مرجان وياقوت في اسكندريه. نعم. قعدوا يقولوا لك عندك املاك وياقوت وحاجات وانت وده مش حقيقي. انا دلوقتي جوزي محبوس اخد 9 سنين، وهم اصلا يعني كل ما اروح اسال انت اترفض. طب ايه السبب ان هو اترفض؟ مش عارفين من الوزاره ذات نفسها. وجالي بحثه وجه وشاف اللي انا فيه طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا بايدي ايه اعمله؟ طيب حضرتك تقدري تقدمي التماس يعني للوزاره نفسها، وزاره التضامن، تقدمي للوزيره طلب اعاده بحثك تاني؟ تقدري تعملي ده؟ تمام. طب فين بقدم فين؟ سيبي لي تليفونك واحنا نخلي فريق الاعداد يتواصل معاكي وناخد شكوتك نعرضها على معالي الوزيره ونشوف
اعاده البحث ممكن تجيب لك المعاش لو الشروط تنطبق على حضرتك. انا بشكرك جدا يا استاذه اسماء، وبعتذر لكل مشاهدينا عن فكره ان في ارقام حاولت تتصل بينا وما عرفتش تدخل لكثره الاتصالات. بكره انا عندي حلقه من 11:30 لواحدة ونص ان شاء الله. بكره هيبقى معانا حتى المطرب الفنان صديقك وزميلك علي فاروق، ان شاء الله هيبقى علي فاروق معانا بكره، وهناخد اتصالات ضخمه وهناخد بقيه الاتصالات اللي ما قدرتش توصل لنا النهارده. طيب يعني انا برجع لنشأة تاني، لو جبت لك كلمات سيئه تنجحك وتخليك نجم مصر مش عايز. لا. فعلا ايوه فعلا. تتفق معاه؟ لا، حضرتك المشكله مش مشكله انه يقول كلمات جيده او سيئه، هي دي ثقافه. يعني كل مطرب لما بيغني بيعبر عن فكره وثقافته وتعليمه ورؤيته. فمن الصعب جدا ان اللي بيقدم فن هابط يرتقي بفنه، ومن الصعب اللي بيقدم فن محترم انه يتنازل فيقدم فن سيء. الموضوع مش مرتبط برغبه في الشهره بقدر ما هو مرتبط برؤيه وثقافه اللي بيغني. طيب تعال نبسط بس كلامنا عشان مشاهدينا تمام. برضو يشاركونا النهارده، واللي حابب يشاركنا النهارده في فكره ان الفن بقى لا يليق يتفضل يقول، اللي شايف ان الفن فيه بعض المشاكل يتفضل يقول. حضرتك من وجهه نظري اي حد النهارده بيطلع ينظر ويطلع يقول لك الاغنيه دي مسف، الاغنيه دي وحشه، الاغنيه دي هل يا ترى النقد ده ليه شروط؟ طبعا. ازاي؟ هي الكارثه انه حاليا في مصر بقى اصبح النقد مهنه مال مهنه دلع. يعني ممكن برنامج يستضيف مطرب او موسيقي وتفر ويكلموا عن مشاكل الاغنيه المصريه. المطرب علاقته بالفن مجموعه مقامات لو يعرفها حتى. النقد الفني المفروض يتوفر فيه عده شروط، بس قبل ما اقول هذه الشروط بس عايز افتكر كلمه قالها الناقد الانجليزي ماثيو ارنولد سنه 1865. قال جمله مهمه قوي انه الوسيله الرئيسيه لنشر المعرفه هي النقد. يعني دور النقد هو نشر المعرفه. لابد ان تتوفر عده شروط. اولا الناقد الفني لازم يكون دارس علم فوكاليز. حضرتك دارسه؟ طبعا. ولازم يكون دارس علم نغم ومقامات موسيقيه، لازم يكون دارس توزيع موسيقي وهارموني، لازم يكون دارس شعر وبحور شعر وتذوق فني، لازم يكون دارس نقد واهدافه وطرقه ومدارسه، لازم يكون دارس ستايلات موسيقى ويربط ما بينها، بلس زياده على كل ده نضيف انه لازم يكون عنده طريقه. هو انت بتغش من الورقه ولا بتاعي؟ لا، انا الورقه عندي فيها ارقام. اوعى تكون بتغش. الورقه عندي فيها مفيش غش. لا الورقه عندي فيها ارقام واحصائيات انا عاملها مرتبطه بالفن المصري. يعني تعالى بس عشان المشاهد يستفيد مننا اكتر. تمام. هنطرح السؤال انا وانت على نشأ. تمام. هل يا ترى انت شايف مشكله الاغنيه الشعبيه مشكلتها فين، او انت شايف المشكله فين؟ المشكله دلوقتي ان بقى كله يدور على الطريق القريب. يعني ايه الطريق القريب؟ اللي هو يلا غنوه، طب هصورها، طب هنزلها، طب انا اصلا مقدم ايه؟ ايوه المشكله فين؟ مش مشكله المشكله مشكله هل يا ترى عدم وجود منتج، فالمنتج اللي كان بيهندل فكره اغنيه معموله كويس فيقول له لا انت هتغني دي؟ لا خالص. ولا هو الفكره كلها فين؟ في منتجين وهو بيساعد المطرب انه يعمل حاجه سيئه. زي مين؟ يعني ناس كتير. يعني البوب بتاع طب نسال الاستاذ، هسال بقى استاذ خالد، بص القلب الجامد ده. استاذ خالد قول لي ازمه الاغنيه مشكلتنا فين؟ لا ده مشكله ازمه الاغنيه دي مشكله كبيره جدا. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا بقالي بالظبط 8 سنين عاكف على عمل دراسات على المشكله وحلها. طيب قبل ما نتكلم على مشكله الاغنيه بس عايز اتكلم على في جريمه بترتكب في حق الاغنيه المصريه، وبعدين هكلمك على الازمه وحلها. الجريمه بترتكب هي فكره انه احنا هناك دور للاعلام للاسف الشديد بيساعد على انه ينشر فكره ان الاغنيه المصريه هي مجموعه الاغاني الهابطه اللي بيتم تقديمها، او اللي انت عايز تقول اصحح ازود الجمله معاك، انت عايز تقول ان بعض القنوات او البرامج بتعرض دائما وابدا وبتستهدف ضيوفها يكونوا غنوا اغنيه حضرتك باستثناء مصر البلد، مش عشان انا قاعد فيها. معظم القنوات المصريه تتعامل مع الموضوع كالتالي: تعطي مكافأة لمن يغني فن هابط. ازاي تعطي له مكافأة؟ ان هي اولا بتمنحه ادوار مختلفة ومتنوعة في الفضائيات المصرية. بمعنى
المطرب يغني يوم السبت اغنيه هابطه مسفه في قناه، تاني يوم يتم استضافته برنامج على سبيل انهم بيهاجموه، ثالث يوم يتم استضافته في برنامج على اعتبار انه بيكلمه في سيرته الذاتيه وانه اصبح نجم. زي اغنيه مين مش قناه ايه؟ لا ده انا لا هي اغنيه مين دي؟ اي اغنيه مسفه فيها ابتذال. بعد كده حضرتك اكمل لك بس، هما بيستضيفوه بعد كده في برنامج، هو اللي بيقدمه، بينتجوا له برنامج، بعد كده بينتجوا له هنا انت تقصد حد معين؟ كلهم والله. تقصد مطرب معين؟ لا والله كلهم. هو ده هو اللي حضرتك تقصده، ده نموذج. مين بقى المطرب؟ مين المطرب بقى؟ لا انا بنلعب عروستي. انا اسف يا خالد، طب نلعب عروستي. انا اسف، انا اتصدمت النهارده. ليه؟ في غنوه نازله قريب كده غريبه كده اسمها مرجيحه او حاجه كده يعني. مرجيحه. للاسف ان انا النهارده ركبني مرجيحه. طب ما تيجي نشوف حاجه على يعني تعالوا اوريكم انتوا الاثنين حاجه، واخد كل واحد فيكم رد بس يعني قولوا. طب اقول لك على المصيبه. ايه بقى؟ النهارده كان بيتم تكريم المطربه دي. من مين؟ معرفش. اكيد بالاعلام. طب تعالوا نشوف ليها لقاء كان فيديو الوطن صوروا معاها، تعالوا نشوف الفيديو ده كان بتقول ايه النجمه العظيمه اللي كرموها النهارده، وشوفوها يا جماعه ومشاهدينا في كل مكان يقولوا لي هل يا ترى هي تستحق فعلا التكريم؟ هل يا ترى هي عظيمه وهايله وبتغني؟ ولا بعد ما نشوف الفيديو نشوف هي بقى عملت ايه وايه الجريمه اللي عملتها؟ خليكم معانا. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ خلي صوتي. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مرة، انا قلت لك 100 مرة، انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة. اما انت عليك يا قلبي شوية اسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة، وهتبتدي الحكاية. احسنت. طبعا انا بقول الاغنية مش حافظاها طبعا. طبعا عايزة اقول بقى ايه، مش حافظة، يقولوا اللي هما انا عايزاهم يقولوا. اهم حاجة انا بحبهم قوي علشان هما خلوني مشهورة في انا عندي سؤال، هو في ايه في زورك؟ ده انت بتقطعي في الغنى وعندك حرف السين بايظ، وده مش عيب انك يبقى عندك حرف السين بايظ، ده مش عيب. العيب اللي انت عملتيه دلوقتي. ما انت عليك يا قلبي جنزير بقك فلت، واللي بيقول لك احسنتي اكيد بيتريق عليها، اكيد اللي بيقول لها كده بيتريق عليها. اللي انت عملتيه ده، وانا مش هطلع من القنوات الفضائيه اللي استضيفها بقى وازيد في الزيطه ولا ايه اللي انت واقعد اتريق عليها. مش هتريق عليها، بس انا بسالها انت فعلا مقتنعه انك بتغني؟ اوعى تفكري انك اتشهرت، دي حاجه كده 48 ساعه والناس تنساكي خالص من الذاكره، لانك عملت جريمه. الاغنيه بتاعت يعني سعاد حسني لو كان يعني الفنانه الراحله رحمه الله عليها، اكيد محبينها في كل مكان بيدعوا على اللي انت عملتيه في اغنيتها ده. وانت عليك يا قلبي شويه اسئله في ايه؟ محضر. ايه المشكله دي؟ ايه المشكله اللي انت قلتيها دي يا استاذ نشأت؟ والشده اللي انت فيها فعلا والله فعلا حلفتك. اللي انت شفته ده ايه؟ ولا له علاقه بالغنى اصلا. طب ليه علاقه بايه؟ الحاجات اللي هي بقت بتتشهر بسرعه دلوقتي. يعني اللي انت شفته ده غنى؟ ده شفته غنى؟ والابتزاز مفيش غنى. لا ما احنا ما ينفعش نتكلم في غنى. لا ما فيش حاجه تمس الموضوع. يعني هي حتى ما عندهاش. طب هي يمكن مظلومه نفسيا، وهي دي اللي اثرت على هي ظلمتنا احنا نفسيا. تتكلم بجد؟ اقسم بالله. تقول لها كده في وشها؟ اقسم بالله اقول لها وفي اي مكان وعلنا. علنا؟ ايوه.
تعالى اصل انا مش هقول حاجه مش موجوده، يعني انا ما بتجناش عليها، مش غيران منها ايه يعني. رايك ايه رايك في الناس اللي ممكن انا ما استضيفهاش، اقسم بالله ابطل اعلام، ابطل اقعد في بيتنا. انت ايه رايك لو شفتها عندي هنا؟ ولا هسلم على حد ولا عليا انا كمان بصراحه، اللي خلاني استضيفها ما تسلمش عليا. هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ محمد. انا احترمت حضرتك من قبل ما اقعد معاك، ومن قبل ما اشوفك، ومن قبل ما اتكلم معاك، عشان كان في برنامج ما في قناه ما يعني عمل حاجه. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في اغاني هابطه وبقى لها 10 سنين ولا 11 سنه ولا 15 سنه، وجاي تتكلم فيها دلوقتي ليه؟ هي دي المشكله معايا. بس نهى هاخدها واخد رايك يا استاذ خالد حالا، معلش. استاذه نهى اتفضلي. اتفضلي يا استاذه نهى. الو. اتفضلي. هيقول عندي. الو. وطوا التلفزيون يا جماعه والنبي. اتفضلي. طيب استاذ خالد خط اتقطع. استاذ خالد انت شفت اللي احنا شفناه دلوقتي؟ شفته يعني. انا هستاذن حضرتك بس هتكلم بشكل علمي شويه. طبعا حضرتك بتتكلم بشكل علمي، انا بتكلم على الراي العام بينتقد هذه الظاهره ازاي. انا بالنسبه لي شايف الموضوع بشكل مختلف. الظاهره لا اللي شفناه دلوقتي، اللي شفناه انا عايز دلوقتي ده شكل من اشكال كتير كده. طيب السؤال الاول اللي عايز اطرحه، حضرتك لو افترضنا ان في بكره الصبح في بياع فريسكا معاه ابتدائيه قرر انه يفتح عياده ونقابه الاطباء ما خدتش بالها منه، هل ممكن انا اجي النهارده واقيم الطب المصري من خلال بائع الفريسكا اللي هو معهوش كارنيه نقابه واللي ما درسش طب؟ انا مش هقدر اتكلم عن هذه المطربه اللي هذه الانسانه، ما اقدرش اتكلم عنها لان يعني هي غير مصرح ليها بالغنى، هي لا تحمل كارنيه نقابه. اذا انا لما اجي اتكلم في حيز مشكله، لما اجي اقيم الاداء لموظفين شغالين في شركه، ما اجيش احاسب بياع الفريسكا اللي قاعد بره على السور ملوش علاقه بالشركه. انا بتكلم عن منظومه فن في مصر. لو عايز اقيم الفن في مصر يجب ان انا اقيم فقط اللي الدوله اعتمدتهم، اللي دارسين ميوزك، اللي مصرح ليهم بالغنى. السيده اللي غنت دلوقتي، اللي اتكرمت، اللي اتكرمت، ما هو الان دي واخده شهاده تكريم. انا قلت لحضرتك ما هي مشكله الاعلام في التكريم. لا مش في الاعلام، ده مش اعلام، ده اللي كرمها ده واحد اكيد لامم شويه ناس وتصوروا على شكلتها يا استاذ محمد. انا هقول لحضرتك على حاجه غريبه جدا هتستغرب لها. اتفضل. الاعلام المصري يضع مكافاه كبيره جدا، انا عن نفسي اتمناها ومش عارف، استاذ نشأت يتمناها ومش عارف. انا لما نقدم فن مبتذل يكرمه الاعلام المصري فيجلس بجوار قيمه وقامه اسمها حلمي بكر، الموسيقار حلمي بكر. ومره من المرات احد هؤلاء المطربين طلبني بالتليفون فبساله مين هو المطرب؟ يعني اعتذر لانه انا هأسيء اليه لان هتبقى اساءه له. فالراجل قال لي، قلت له طب انت بعد الكلام اللي قاله استاذ حلمي انا لو منك التزم، لان ده قيمه، لما قيمه وقامه تقول لك الكلام ده تلتزم. قال لي اقسم بالله انا بفكر اعمل اغنيه اكتر سوءا. قلت له ليه؟ قال لي عشان اقعد معاه تاني. فتخيل حضرتك انه في نفس اللحظه اللي المطرب المسف يقعد قدام الاستاذ حلمي بكر وياخد سيلفي ويقول انا والاستاذ حلمي بكر من قلب الحدث، هناك نجوم محترمه في مصر، الاف النجوم المحترمه وعندي لسه باسمائهم بيقدموا فن محترم، ولكن في الظل. ليه في الظل؟ لانهم ما بيجيبوش للاعلام نسبه مشاهده وما بيحققوش اعلانات. اذا قدام قضيه يجب انه يكون هناك اهتمام بالفن المحترم. في تجربه حصلت في فرنسا. طيب ممكن قبل التجربه اتفضل. ناخد استاذ طارق. استاذ طارق اهلا بيك. اتفضل يا استاذ طارق. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. صغير. طبعا انا برحب بضيوف حضرتك الاستاذ نشأت وطبعا الاستاذ خالد كمال. اتفضل. وطبعا الموضوع اللي حضراتكم بتتكلموا فيه طبعا يثير ضجه كبيره، واحنا كمطربين والاستاذ نشأت طبعا عارف الكلام ده كويس. بنعاني جدا مش من الاسفال بس، من ان المشاهد كمان بيحمل ده. ازاي؟ يعني الاستاذ نشأت شوقي صارف على كليب، اقل كليب مثلا صارف عليه فلوس كتير، ومع ذلك ما عملش الضجه اللي احنا كلنا كنا مستنيينها. ايوه عشان هو المفروض يا فندم عشان يعمل ضجه يقول لك اما انت عليك يا قلبي حاجات عامله مشكله، اللي هي سمعناها احنا في الفيديو اللي حضرتك كنت متابعنا، الاسفاف والغنى الوحش هو ده اللي فجاه بقى يتشهر، وده الغريب يعني.
طبعا طبعا وطبعا كلنا بنعاني منه، احنا كمطربين كلنا بنعاني من الموضوع ده. استاذ احمد، حضرتك استاذ احمد الصغير المطرب مظبوط؟ استاذ طارق لا. الصغير المطرب. طارق الصغير. طيب حضرتك مطرب مظبوط؟ تمام. لو انا جبت لك اغاني هتنجحك يعني عايزك تقول بصدق بجد، هتخليك نجم سوبر ستار بس الاغاني فيها كلام مسف، توافق؟ لا ده اهم حاجه بنلاقيها طبعا بتكون الكلمه، لان الكلمه لو ما كانش موضوع كويس ممكن انت تطرحه على الناس، على المشاهد بتاعك، مش هيبقى الموضوع كويس. يعني احنا بننقي كويس جدا. حضرتك احنا اكيد عارف ان احنا بنصرف من جيبنا، يعني احنا اللي بنتعرض لكتاب وملحنين وموزعين، كل ده احنا بننقي. يعني الموضوع كبير مش صغير. استاذ سعد الصغير مثلك الاعلى؟ استاذ سعد الصغير مطرب جميل وطبعا محبوب وسطنا جدا. مثلك الاعلى؟ مثل الاعلى حبيبي نشأت شوقي. طيب ماشي، بشكرك جدا جدا استاذ طارق الصغير المطرب الفنان المحترم، بشكرك جدا. بنرجع، طب ممكن بقى نسمع حاجه ولا انت كنت بتقول فرنسا؟ تقريبا فرنسا، بس انا عايز اوضح بس يمكن في معلومه صادمه للناس. اتفضل. الفن الهابط مش اختراع مصري. الفن الهابط في كل دول العالم. في كل دول العالم. في كل دول العالم، وفي اوروبا بيطلقون عليه كيتش. كيتش المعنى اللفظي ليها اللي هي التقاط الاشياء السيئه من الارض. عالجوا المشكله دي ازاي في فرنسا؟ اتشكلت لجنه من الخبراء، عملوا دراسات ارقام، قالوا انه فكره ان احنا نتعامل مع المسف ونقدم له النصيحه، الكلام ده غير علمي. ليه؟ لان هذا الرجل يمتلك ثقافه محدوده ليميتد، وفكره كده وتعليمه كده، ما اقدرش احمله فوق طاقته. بالظبط كده زي ما بطلب من بياع الفريسكا انه يقدم لي بحث في الطاقه النوويه مثلا. طيب عملوا ايه؟ قال لك عندنا سله فيها تفاح فاسد وتفاح سليم. اولا اشيل التفاح الفاسد واتجاهله على جنب. يجب ان انا ادعم كدوله الفن المحترم بكل الطرق الاعلاميه والماديه الى اخره. اي حد ما الاعلاميه يعني استاذ نشأت شوقي اقول له انت ضيف تلفزيون المصري؟ لا، اقول لحضرتك اعلاميه انه لما تحصل اغنيه هابطه واغنيه جيده للاستاذ نشأت، ما اروحش اجيب حنكش واستضيفه، لا اجيب الاستاذ نشأت واكرمه. هو ده الاعلامي. الاعلام مش ان انا اسلط الضوء على ناس بتقدم فن سيء. لو قعدت 100 سنه مش هيتغير فنهم. انا عايز اختلف معاك في ده. اتفضل. اسمح لي. اتفضل. اخد بس مطرب فنان جميل بيقول لك هو انت فاكر ان قلبك ده يبقى قلب؟ خدت ايه بقى منك غير وجع القلب؟ وانا ما باخدش وجع قلب لان انا معايا الفنان المحترم بدر هلال. اهلا بيك يا استاذ بدر. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور يا حبيبي، اهلا وسهلا يا استاذ. ازاي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه كبيره والله. انت منورين ودايما متالقين كده، ومعاك النجم الجميل يا استاذ نشأت. مش عايز اقول لك انا مبسوط قد ايه وفرحان قد ايه باللقاء ده. الحمد لله رب العالمين. ومعايا استاذ خالد كمال طبعا. والاستاذ خالد كمال طبعا صاحب الجميل، القلم الجميل. انت بتعمل حاجه جديده يا بدر اليومين دول؟ ان شاء الله داخلين حاجه جديده كده، بنصور حاجه جديده باذن الله. اقول لك السر؟ قول لي السر. هو بيعمل اغنيه مع الفنان محمد صيام، هو ما يعرفش ان انا عارف. معانا بتعمل اغنيه مع محمد صيام. بس الخالد عنده المعلومات كلها. انا عارف كل حاجه بتحصل في الوسط على فكره. طب لو عايز تتشهر والاغنيه بتاعتك تكسر مصر، بلاش محمد صيام، وممكن نعمله مع النجمه اللي عملت ركبني المرجيحه ولا زحلقني على المرجيحه. ترضى يا استاذ؟ طب يعني اديني بس مساحه الاول يا استاذ محمد، انا اسف ادي حق الاستاذ نشأت. يلا اتفضل. وبعد كده ممكن نتكلم على مرجيحه ولا اي حاجه. استاذ نشأت شوقي ده من المطربين الجمال جدا في الوسط اللي مش واخدين حقه، وبيكلف شغل بفلوس كتير جدا يا استاذ محمد، وانت على علم بده. عارف للاسف. والمفروض ان يعني الجيل ده ياخد حقه يا استاذ محمد بقدر كافي في الوسط الفني. انا وخالد كمان بنحاول والله حقيقة. ما هو المحاولة مش جايبة نتيجة برضه يعني. لا يكفينا شرف المحاولة. طب ما هنفضل لغاية امتى يا استاذ محمد نحاول وشرف المحاولة لغاية ما رب العالمين يوقف معانا اولاد الحلال من النقابة ومن المصنفات ومن اعضاء مجلس الشعب ومن المواطنين الصالحين المنتجين، يبقى فريق ضخم يشتغل على الاعمال المحترمة والاصوات المحترمة امثال حضرتك وامثال الاستاذ نشأت شوقي.
انا كنت عايزك بس لو ينفع تعرض الكليبايه الاخيره بتاعت الاستاذ نشأت وتشوف قمه الابداع وقمه الفن اللي بجد. حلوه طبعا. بتقول لي المرجيحه وقارن انت وحضرتك قارن. انا ماليش في المراجيح اصلا، حتى لو هو عامل حاجه بالصح. انا ماليش في جو المراجيح ده. طيب بدر، عايز اسالك سؤال لو سمحت. اتفضل يا اسمع. نشأت شوقي من المطربين الشطار والهايلين جدا جدا جدا. عندك اي سبب في الدنيا يخليك تقول هو ليه نشأت ما كسرش الدنيا وما اتشهرش؟ اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه، اللي احنا بنحاول وبنقول برضه شرف المحاوله. كل العوامل اللي حوالينا يا استاذ محمد رايحه في سكه غلط، مش عارفين بقى احنا اللي غلط ولا هم اللي غلط، يعني محدش عارف. هنعرف ده، وارجوك يا استاذ بدر تتابع حلقتنا وانت ضيف عزيز علينا، واول ما هتعمل اغنيه جديده انت ضيف برنامج بكل جراءه لو سمحت. لو ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق دايما. يا رب يخليك. بشكرك يا استاذ بدر هلال المطرب المحترم. معايا يا استاذه حلمي، اهلا بيكي. اهلا يا استاذ محمد. اتفضلي يا حلمي، اهلا بيكي. ايه اللي حضرتك عرضته لنا من شويه ده؟ والله مش انا، ان كان عليا انا مش عايز اعرضه ولا لوحدي حتى، ولكن انا بعرضه عشان اقول للناس اللي بتابعه اخبار الفنانه واللي كرموا اخبار الفنانه. دي اصلا ما تتقالش عليها اصلا مبدئيا ان هي فنانه، لان دي مش فنانه. طب بيتقال عليها ايه؟ دي كائن فضائي او حد منظم الارهابي متسلط علينا يعمل فينا كده. صح، هو عمل ارهابي فعلا. اللي حصل ده مش اقل من انه عمل ارهابي فعلا. حد بيرهبنا فكريا. والله يا حلمي انا الموضوع ده مجنني ومش عارف ازاي كرموها على ايه؟ يمكن على الانتريه اللي كانت قاعده عليه ولا على ايه؟ ليه تتكرم دي؟ هو كده بالظبط، يعني هو ولا صوت ولا اي حاجه. عايزه اقول لك دي لو الواحد اداها كف بيصير للوطن العربي كله ضباب من الطحينه اللي على وشها. بس انا عرفت هي ليه كرموها. هي كرموها عشان قدرت تستفزنا كلنا، قدرت تضايقنا كلنا، قدرت تحرق دمنا كلنا، عشان كده كرموها. قدرت تنجح في دوت. ما انا بقول لك لازم تتكرم طبعا، لازم تتكرم. عايزه تسمعي ايه من الاغاني القديمه؟ سمعها لك من الاستاذ نشأت حالا. تحب تسمعي ايه؟ اي حاجه من الاستاذ نشأت حلوه طبعا. ايه الكلام ده؟ طيب يعني من غير كلام مش المرجيحه. حاضر. لا، هنغني لك حاجه ثانيه مالهاش علاقه خالص بالمراجيح دي. اسماعيل هنسمعك حاجه حلوه قوي. تابعينا بس وانت هتلاقي حاجه حلوه جدا. نسمع نشأت لايف كده. يا ريت. طيب يا ريت. استاذ احمد امين، عايزين نغني لايف. اتفضل. انا الاول بشكر اخويا بدر هلال على الكلام الجميل اللي قاله عليا، وبدر من الناس الفنانين القريبه مني قوي. وبشكر اخويا طارق الصغير. لا ده في نهايه الحلقه يا استاذ. غني. طارق حد بيغني حلو. هنستضيفك عندنا. اي حد محترم بيغني حلو يتفضل. برنامج بكل جراءه وقناه مصر البلد بتتشرف بوجود المحترمين على شاشتها. سمعنا حاجه بقى قديمه كده. ايه؟ اي حاجه ام عبد الحليم، ام كلثوم، الحاجه القريبه لقلبك. بودعك بتاعت ورده. هنقول حاجه الورده برضه بس مش بودعك يعني. طيب ناخد اي حاجه الورده. ايه؟ لا غني انت وهم يتصرفوا. يلا. كان اسمه حبيبي، كان يوم من نصيبي، وكان ضحيت بعمري معاه. مشوار اسمه الحياة، وكان وانا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي ده، ولا دقت يوم وانا يا ما اتحملت انا، قسيت ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت منه لكم هنا. انا
العتاب هيشفي جراح ولا هيجيب اللي راح. العتاب هيشفي جراح ولا هيجيب اللي راح. ده حكايتي مع الزمان الزمان الزمان، حكايتي مع الزمان الزمان الزمان، حكايتي مع الزمان. يا سلام يا سيدي، يا سلام يا سلام على حكايتك مع الزمان دي. معايا استاذ رامي، اهلا بيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ رامي. مساء الخير يا استاذ محمد. الله يخليك، اهلا بيك. خير يا فندم. اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك يا باشا؟ والله انا في نعمه كبيره يا فندم، اهلا بحضرتك. اولا مساء الخير على حضرتك وعلى الاستاذ نشأت وعلى الاستاذ خالد الراجل السكر الله يجمع. يا رب يخلي حضرتك، تسلم، كلك ذوق. ربنا يخليك. والله يا استاذ محمد انا شايف ان اصدار فن العبط ده من القنوات نفسها يعني. من القنوات نفسها. طب وانت شايف الحل يبقى ازاي من وجهة نظرك كمشاهد يعني؟ لا السكوت مش حل، يعني انت قول لي ايه الحل اللي انت شايفه من وجهة نظرك؟ والله الحل ان انا الكليب لو مظبوط ينعرض، لو الكليب مش مظبوط المفروض ده دور النقابه حضرتك. وجهة نظر، وجهة نظر وتحترم، وجهة نظر دور الرقابة وتفعيل الرقابة على المصنفات الفنية وعلى الاعمال اللي بتتعرض علينا. معاك حق. في حاجة تانية من وجهة نظرك؟ ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في عمرك، تسلم. كلنا مبروك يعني، الكلام بشكرك الاخ جدا. المحترم يعني لان حضرتك هو في دورين مهمين جدا لا يتجزأوا مرتبطين ببعض. وزارة الاستثمار ونقابة المهن الموسيقية. وليه مش وزارة الثقافة؟ لا انا بتكلم على وزارة البث. لا ما هو دي اشاره البث اللي بتتكلم في محتوى فضائي مالناش دعوه بيه. لا يعني اقصد ايه؟ لا انا اقول لك على حاجه، انا دلوقتي معايا محتوى فضائي بعرض حاجه كويسه او حاجه مش كويسه لكن لا يعاقب عليها القانون، لا يعاقب عليها القانون، لان لو طلعت غنيت وانا ماشي في الشارع لا وطلعت على الطياره محدش يسالني. لا بالظبط. في 50% من الكليبات بيعرض مناظر اباحيه وبيعرض الفاظ اباحيه. ما هو الالفاظ الاباحيه والمناظر الاباحيه دي حاجه نسبيه جدا. في واحد يقول لك انا اديك في الارض تفحر او اديك في السقف تمحر، دي كلمه من وجهه نظرنا غير لائقه، من وجهه نظر القانون لا هو ما طب اخطاش. والمودلز اللي بتظهر فيها؟ المودلز برضو ده نسبي، في حد بيشوف ده عوريه جامد جدا وفي حد بيشوف انها لابسه لبس سهره. لا انا ما اقولش كده، انا اقول افعل دور نقابه المهن الموسيقيه اللي بيغني وبيختار كلمه ولحن، دور المصنفات في شكل المحتوى، الرقابه الفنيه على فكره ايه اللي بيتقدم. حضرتك سيدي اللي عارفين، مش انا اللي هقول لك. زمان كان المطربين عشان يبقى عنده اغنيه وعنده شريط كاسيت بيعدي على مراحل كتير، بيروح الاول بالكلمات يقول له ايه رايك فلو اعتمد يسجل وبعد ما يسجل يسمع. بالظبط، ده زمان. دلوقتي لا، دلوقتي معكش كارنيه وبتغني. ايوه دي حقيقه. طيب ما هو اين دور نقابه المهن الموسيقيه؟ ما هو ده اللي انا بطلب تفعيله بقى. طب انا هقول لحضرتك بس حاجه اغرب شويه. اتفضل. نقابه المهن الموسيقيه بتعمل حاجه اخطر، يعني طبعا هي ليها كل الاحترام طبعا، وانا اعلم ان المسؤولين هناك وبشكر السيد النقيب طبعا كمان هاني شاكر والفنان هاني شاكر انا اتذكر له مواقف ايجابيه جدا طبعا في ايقاف الظاهره. طبعا. ولكن في حاجات بتحصل بقى من مسؤولين صغيرين جدا في النقابه ممكن تكون ليها تاثير في هذا. على سبيل المثال انا كنت موجود في حفله طلع حد غنى بشكل مسف. الاخطر من ده ان هو معهوش كارنيه نقابه، ورغم انه معهوش كارنيه نقابه المندوب النقابه الصغير طلع له تصريح مؤقت وخد منه فلوس. اذا النقابه مش فقط بتمنع المسف او اللي معهوش كارنيه، ده بتديله تصريح وده اعتراف ضمني منها ان ده فنان. ده مهم قوي الجمله دي، واحنا عايزين نكلم ان شاء الله حد من النقابه، بس ناخد تليفون ممكن؟ ممكن. طبعا. معانا مين؟ استاذ عمر اتفضل. الاتصال فقدناه. طيب ارجع تاني كلمنا يا عمر. طيب كلمني عشان بس ما تبقاش الحلقه احنا طول الوقت بنحكي. تمام. عندي ظاهره سرقه الاعمال الفنيه. وهنا هقف عند اغنيه ما تنحنيش. ما تنحنيش عشان نبقى واضحين، هي اغنيه رائعه وانا اقول لك كلمات مين والحان مين كله بالمستندات. ايوه. انا معايا ورقي. قول لي بقى يا استاذ، الاغنيه دي الاستاذ احمد سعد الملحن لحنها لك، وفجاه بعد ما لحنها لك لقيت الاغنيه دي موجوده بصوت احمد سعد.
ايه ده بقى؟ هو الموضوع كان احنا عملنا الغنوه دي، هي كانت كلمات عماد عبيد اخويا المحترم، الحان احمد سعد اخويا المحترم، وتوزيع العالمي اشرف البرنس صاحبي وحبيبي. بس انا بسال يعني ايه اسمعها بصوتك واسمعها بصوت؟ هو اللي الاستاذ احمد عمله ده، اللي هو صوت الاستاذ احمد اصلا ده دايت. لا انا سمعت اغنيه. ايوه هو اساسا ده دايت. ازاي بقول لك سمعت اغنيه؟ ما هي مراحل بقى، يعني انا مريت بمرحله اللي هو ايه، عملنا الغنوه وده كان جايت عند الاستاذ اشرف واشتغلت عليه، اللي انا حفظت منه وبدات اشتغل عليه. بعد ما عملت الغنوه وطبعا صورتها وكده، نزلت بصوت احمد وبصوتي كدويتو. ده اتعمل ومين اللي عملها؟ النت ده اللي هو الشيطان. لا يعني ناس على النت عملوا ده، خدوا صوتك وخدوا صوته ولزقوهم على هي نزلت بصوت احمد على النت. فطبعا في ناس بتبقى من هواة الحاجات دي، فعملوا دويتو، عملوا جمله وجمله. فبعد فتره بعد ما اتعرضت ونزلت وكده، كلمني ياسر من الحاج حنفي، كنت انا بعرض هناك، فقال لي ايه رايك ننزلها بصوت احمد وكده. انا بحب احمد على المستوى الشخصي. انا بحب احمد على المستوى الشخصي في ان انا اغنيه ملحن لحنها لي، ففجاه حد بيقول لي هنزلها، فانت توافق. وافقت. هو في حاجه اسمها كده؟ ده حقيقي. طب ده اداره فنان لنفسه. عايزك بقى تنقد لي ده بشكل علمي. يعني ايه راجل لحن اغنيه عند فنان، فالفنان بعد شويه حد يقول له هنستخدم العمل، فيعني ايه ده؟ استاذ محمد، هو انا الحق هي بعيد عن احمد خالص، يعني اللي حصل ده كله بعيد عن احمد. يعني استاذ احمد سعد ما كانش يقدر يكلم الاستاذ ياسر ويقول له لو سمحت ترفع الاغنيه وانا مش موافق على عرض الاغنيه لان الاغنيه دي انا خدت عليها اجر. ايوه مش خد اجر. عمل ده. ايوه مش خد اجر. ايوه طبعا. وافق ازاي؟ اتفضل. طب انا بس انا في رساله لحضرتك من اكتر من 350 شاعر مصري، وانا جاي لك النهارده كلموني. في مشكله انا بتبناها من فتره، وهي مشكله سرقه الاعمال. المشكله ليها اصل لازم اعرضها لحضرتك عشان حضرتك تتبنى هذه القضيه. المشكله ليها اصل. ايه الاصل؟ انا اوافق اتبنى لك القضيه بعد ما ترد لي على الواقعه دي. الواقعه دي هقول لحضرتك، هو في توازنات في الوسط الفني. اعتقد انه لو اللي خد الاغنيه دي فنان مش بقيمه احمد سعد كان الاستاذ نشأت شوقي كلو. ولكن في توازنات ما ينفعش تصطدم بنجم كبير وزميل في الوسط. ازاي اصطدم؟ يا استاذ انت لحنت لي الاغنيه دي وخدت عليها اجر، فحضرتك الاغنيه نزلت، حضرتك المفروض تعترض، ما اعترضتش، فتقول لي عشان هو خاف يصطدم مع مين؟ يعني ايه يصطدم؟ ما يصطدم هيبطل نلحن له ب 1000 لحن. في توازنات في الوسط. مفيش حاجه اسمها كده يا فندم، في حاجه اسمها ده ابني واحد بيقول لي انا هاخد ابنك، طب وهستخدم ابنك. سؤال يا استاذ محمد، ان انا اشتغل اخليه يجيب لي حاجات. طب السؤال كده لو تحرك الفنان نشأت شوقي هيوصل لايه؟ هيكلم استاذ احمد سعد. يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك استاذ ياسر كلمني قال لي كذا، وانا ما رضيتش اقول له ولا لا، بس تقريبا قلت له يعني اللي تشوفه، فقال لي وانا مكسوف اقول له استاذ ياسر ارفع الاغنيه، فيقول لك حاضر يا استاذ ياسر ارفع الاغنيه. لا هو المصيبه ما كانتش في احمد، المصيبه كانت في حاجه تانية. ان انا يعني لغايه ما خلصت الغنوه صرفت عليها 60,000 جنيه بالفيديو وفيديو. 60,000 ايوه. وديتها القناه، دفعت اذاعات حوالي 8,000 جنيه. ماشي. بمجرد ان انا وافقت ان الغنوه تنزل شال اغنيتها، ما اتعرضتش. مين بيغني افضل، نشأت شوقي ولا احمد سعد؟ طب ليه الاسئله المحرجه دي؟ ما اتفقناش على كده. بص حضرتك، هو كل واحد ليه طابع، كل واحد ليه طابع وملامح فنيه معينه. يعني كل واحد بيمثل اتجاه معين في الغنى. لا دي حقيقه مش يعني الفنان شوقي له شخصيه في غناه، اعتقد انه في شارع لوحده. الفنان احمد سعد برضه، بس الفنان احمد سعد يمكن انا يعني زعلان منه في حاجه، ويمكن فرصه ان انا اوجه له كلمه. وجه له هنا بقى. الفنان احمد سعد حضرتك كنت احد الفرسان القلائل اللي بيدافعوا عن عرين الطرب المصري.
يعني ما كانش فيه غير حضرتك وحد او اتنين. لماذا تنازلت عن موقعك في الجبهة لتحارب لإنصاف الطرب المصري وتوجهت للفن الشعبي؟ أنا مزعلني هذا الكلام. أعتقد أن الطرب في احتياج لأحمد سعد أكتر من الفن الشعبي. أتمنى أن أجد تفسير لهذا. انا ممكن ارد؟ اتفضل. لما اكون بغني وحضرتك تقول لي هل يا ترى المطرب لازم يصنف؟ يعني هل يا ترى انا بغني شعبي فانا ده أساسي يا أستاذ محمد. هل يا ترى انا مش من حقي اغني اي مش من لون حقك. تاني؟ مش من حقي. وأخطأ عبد الحليم لما غنى شعبي. ازاي؟ طبعا بص حضرتك، في كل دول العالم في حاجة اسمها ستايلات ميوزك. مايكل جاكسون من اول ما بدأ واتولد لغاية ما توفى غنى حاجة اسمها بوب. عيب هناك ان انت تغني في ستايل وتخش في ستايل تاني، ده اسمه ده تهريج. انا اسف، اللي بيغني شعبي يغني شعبي، اللي بيغني طرب يغني طرب. دي مدارس، مش معنى انه مدرسة معينة ليها رواج اروح اغني فيها، لا. كل حاجة ليها ناسها. ليه بقى؟ كل واحد له طابع معين. يعني الشعبي على فكرة مش اي حد يغني شعبي. يعني الفنان احمد سعد غنى على فكرة وكان رائع جدا، لكن انا بتكلم في فكرة ايه؟ فكرة انه يعني محمد رشدي غنى شعبي مثلا، وعدوية غنى شعبي، لكن تجد الفرق ما بين الاثنين فرق شاسع جدا. رشدي كان ينتمي لمدرسة الفن الشعبي المهجن. يعني ايه المهجن؟ يعني جابوا الفن الشعبي وحقنوه بشوية ثقافة من الأبنودي وشوية طرب من بليغ حمدي، فما بقاش ده الشعبي بتاع الشارع، شعبي محترم ولكن بتاع الصالونات. شعبي عدوية هو الشعبي بتاع الشارع، وانا بسمعه بشم ريحة الحارة، بشوف التراب، بشوف الغلابة والطيبين. لكن مع رشدي انا بشم ريحة برفانات. الاغنية مع رشدي كانت نوت ناتشرال لانها كانت مصنعة، محترم كلاسيكية تاريخ لكن مش تاريخ للغلابة. الغلابة عبر عنهم عدوية، لان لما تسمع عدوية تشعر ان حضرتك في الحارة المصرية. هو ده الفرق. في فرق ما بين فن صناعة وفن تلقائي. الفن تلقائية دعمه بالدراسة، لكن لما تيجي تقدم فن مطعم بالثقافة لا. انا وجهة نظري انه الفن يجب ان يكون له مدارس. ما ينفعش حد يغني حاجة لحد تاني. حلاوة روح مثلا، حلاوة روح اللي هي كانت بتاعت وما زالت ايوه يعني وما زالت مشاهد. قصدك الاغنية بتاعت حلاوة روح اللي غناها الاستاذ رضا البحراوي؟ اكيد، بس يمكن اصلح كلمة اغنية. ولا هي ايه؟ حدوثة في الفن الشعبي لا، ده حاجة دي تسمى فقرة فنية. ليه بقى؟ في الفن الشعبي بيطلع مطرب يقول موال، وبعدين يجيب حتة من اغنية الفنان ابو الليف، حتة من اغنية فلان، حتة من اغنية فلان، كوكتيل. ده كوكتيل شعبي. لان لو قلت اغنية طب ما هو في حتة لابو الليف وحتة لفلان وحتة لفلان، ده كوكتيل شعبي بيعملوا مطربين نمرة، يعني بالبلدي نمرة. فلما اجيب النمرة دي واعملها اغنية، دي ما اسمهاش اغنية، يبقى المسمى غلط. دي نمرة شعبي لايف نجحت مع البحراوي، سمعها 60 مليون مصري، غناها بعد كده الفنان حكيم. سمعها كام بقى؟ سمعها كتير برضه ونجحت. طب انت التجربة دي اللي عملها الفنان يعني الفنان حكيم اللي عملها، انت شايفها ازاي؟ او انت شايف ان لا يليق ان ياخد الاغنية؟ طب نفصل الاول، نفصل ما بين حكيم اللي انا كتبت عنه في كتابي عن تاريخ الفن المصري او الاغنية المصرية، وقلت انه مدرسة فنية مستقلة. حكيم لما ظهر طبعا بمساعدة الاستاذ حميد الشاعري اللي انشأوا هذه المدرسة. الفن الشعبي مع حكيم كان مدرسة مستقلة، هي الفن الشعبي الشيك بتاع التوزيعات الحديثة، عشان نفصل ما بين الاغنية والمطرب. حكيم قيمة ومدرسة انا احترمها. طيب نتكلم عن الاغنية. انا مش عارف ايه الملابسات اللي حصلت انه انا اخد اغنية، يعني حتى لو مش مسجلة في النقابة فهي مسجلة في اذان 60 مليون مصري. مظبوط. فيعني انا مش عارف. طيب نتكلم على جزئية الاداء. حكيم طبعا فنان كبير ويؤدي اي حاجة، لكن هو الفرق في ايه؟ انا سمعتها مع حكيم وانا كنت استنشق رائحة البرفانات وبشوف السواريهات في خيالي. كنت بشوف جو مع حكيم شيك قوي، وكنت مبسوط والله. سمعتها وانبسطت منه لانه نجم كبير. ولكن مع البحراوي حسيت ان انا قاعد في قهوة بلدي في الحارة بقى، وجنبي واحد بيشيش، واخد بال حضرتك؟
البحراوي نجح في نقل احساس الغلابه والبسطاء، لانه واحد منهم. لا يجب حضرتك انه ننزل بباراشوت على الفن الشعبي او على مدارس اخرى، كل واحد له مدرسته. رضا البحراوي انا مش هتقبل منه بيني وبينك 1.5 خالص. ده الاستاذ حكيم اللي بيقولها، وما اعتقدش رضا يغنيها لسبب لان مش مدرسته. لا، رضا كمان عامل خط كده محافظ عليه جدا جدا جدا، وعشان كده انا تحياتي لاخويا المحترم رضا البحراوي حبيبي. خليني بس عشان انا عارف ان انت لما بتتكلم في المواضيع اللي بتضايقك والمواضيع دي بتضايقك ضغطك بيعلى جدا قوي. هو خلاص يعني هديك انا 5 دقايق توطي الضغط على ما اشوف نشأت انت حاجز نوم ولا حاجز يعني مش هتكلمني في اي موضوع خالص، انا معاك في اي حاجه. طيب هل يا ترى لما اسالك عن تصنيفك كمطرب او مغني تختار انهي تصنيف؟ انت ايه في الاثنين؟ انا مطرب. انا من الناس اللي بتحب تغني. انا بغني عشان انا عاوز اغني، حابب اغني. انا بحب الغنى، انا بغني بقالي 26 سنه وبغني ايام ما كانش فيه اي امكانيات من اي نوع في اي اتجاه. وانا من المنوفيه، يعني من في المنوفيه. انا من اقاليم. فحتى لو كان في الوقت ده امكانيات القاهره طبعا. في الاقاليم الامكانيات بتيجي بعد ما الناس بيخلصوا احنا بنبدا. وبعيد، انا بعيد عن الاعلام، بعيد عن العلاقات بتاعه القاهره، بتاعه الافلام، بتاع المضيان، فيلم مش عارف مع مين عشان ايه، والحركات اللي بتحصل دي. فانا بعيد، انا وناس كتير، مش انا بس. بس انا بقالي 26 سنه. طب ممكن تخليهم 26 سنه اغنيه؟ طبعا. تقول لنا ايه؟ زي ما تحب. حمال الاسايا معاك؟ لا. طيب معاك في يوم وليله خدنا حلاوه الحب كله في يوم وليله؟ يعني ماشي، ناخدها. الدخول ده ناخد الدخول ده يا امين، ويا ريت الاستاذ خالد كمان يسمع معانا الاغنيه دي قبل ما يمشي. في يوم وليله ليله دقنا حلاوه الحب كله في يوم وليله. لا 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 لا، انا وحبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليله. قبل ما شفته ولا قابلته، وياما صادفني خيره، وفي ليلة لقيته هو اللي نفسي اشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه، وفي ليلة هو بحر شوق ونزلنا نشرب وغنى فيه، ومين يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا كل مولو في يوم وليلة ليلة. بعيدا انك مش حافظ الاغنيه، انا مش حافظ. والمره الجايه اسمعها لك. ايوه طبعا. هاخد ناصر ونقول الو. استاذ ناصر، ليه يا استاذ ناصر؟ طولنا عليك، حقك علينا. الوقت بيعدي وما اشتغلناش وما عملناش وخلاص حلقه بتخلص ينفع كده؟ هعمل ايه؟ طب هنعمل معانا حلقه تاني قريب نتناقش بجد، وابقى وانت بس. الموضوعات كتير على فكره، وفي قضيه برضو موضوع الشعراء ده. رساله محمله لحضرتك، رساله موجهه ممكن تاخدها في دقيقه. قولها لي بقى بسرعه عشان اسالك اخر سؤال، وكان ده اخر اتصال خدناه معانا. قول لي. مشكله الشعراء ما بيعرفوش يسجلوا شغلهم، لانه كان الاول واحد بيسجل شغل شهر عقاري جنب البيت. دلوقتي في مصنفات بتفتح ساعتين في اليوم من 8 ل 10، 100 مليون مصري
بيسجلوا شغلهم في مكتب بيفتح ساعتين من 10 ل 12، يترتب على ذلك ان الشاعر ما بيروحش يسجل شغله او بيتاخر، فبالتالي شغله بيتسرق. هنطالب المصنفات تفتح لنا اكتر من منفذ. ممكن حضرتك قصر ثقافه في كل بلد تابع لوزاره الثقافه. ينفع يحصل كده. عايز اسالك عن بعض الاغاني، ايه رايك في لو لعبت يا زهر بسرعه؟ اغنيه اخذت من الغلابه اوجاعهم ومشاكلهم وهمومهم ورجعت لهم في شكل اغنيه. حلاوه روح. اتكلمنا عنها من شويه، هي فقره غنائيه وليست اغنيه. الدويتو اللي عامله الفنان طارق الشيخ مع كايروكي مهزله، لانه قيمه في الفن الشعبي، قيمه في الفن الشعبي مع قيمه في الاندر جراوند اتقابلوا عشان يعملوا عمل هابط كان يحتاج فقط الى اوتو تيون ويبقى مهرجان. يعني انت لو قابلت طارق الشيخ هتقول له دي مهزله؟ هقول له يا استاذ طارق انت قيمه كبيره، وهذه الاغنيه اللي اتعملت لحنها متفصل على صوت كايروكي مش ده صوتك ومش دي امكانيات ومش ده مستوى الكلمه اللي عودنا عليها طارق الشيخ. يا استاذ طارق هذه الاغنيه كانت تحتاج الى اوتوتيون وتبقى مهرجان. دويتو عدويه والليسي اللي احنا سمعناه مؤخرا، صعد عدويه بالليسي الى منطقه غناء ارقى وافضل. ايه رايك في محمود الليسي ولقب فارس الاغنيه الشعبيه؟ لا انا اتكلم عن القابي. انا محمود الليسي قيمه فنيه عاليه جدا تفتقد الاختيارات. تفتقد الاختيارات طبعا. طيب هسألك عن بعض المطربين بسرعة جدا تقول لي رأيك. أحمد شيبة. أحمد شيبة صوت مصري ممتزج بوجع الغلابة. محمود الحسيني. محمود الحسيني فنان مصري له أعمال جيدة جدا وكثيرة جدا، ظلموا الإعلام لما حصروا واختزل مشواره في أغنية أو اتنين. ازاي يعني يا أستاذ خالد؟ أنا سمعت قبل ما أجي لحضرتك مجموعة من الأغاني. سيجارة بني. ماشي اوكي وده عايز 3 ستيلا. طب حضرتك ايه بقى تاني عمله؟ حضرتك يعني ممكن بعد الهوا اقول لك على اغاني. لا بعد الهوا لا مش في اغاني حضرتك. هناك قمم مصريه في الغناء المصري قالت ما هو اسوأ من ذلك. قالت اسوأ من 3 ستيلا وسجارة بني. زي مين يا فندم؟ زي مين يا فندم؟ طيب يعني حضرتك مثلا لو هنتكلم على اديني بوسه والكلام ده. ليه اديني بوسه؟ ده مين اللي غنى الاغنيه دي؟ هقول لك لازم يتحبس. طب ماشي حضرتك. هناك فنان مصري من اهم 3 نجوم في تاريخ الغناء المصري، عمل اغنيه قال فيها اديني بوسه وكمان بوسه شفتي بتكوني انا في عرضك. ده مين اللي قال ده؟ فنان سيد درويش. ايوه ده انت بتتكلم في طقطوقه. لا حضرتك مش دعوه انا بتكلم. ليه؟ دي طب ما انا عايز اقول لك على حاجه. عايز اسالك سؤال. زمان كانوا بيلبسوا ميكرو جيب، هل يا ترى توافق ان البنات جيرانك والاقارب يلبسوا اللبس ده دلوقتي؟ بس محمد انا بسال ولا مش عايز تاثرك احنا خلينا يا فندم انا بسال ولا لا؟ لا بص حضرتك تقبل؟ لا مش حاجه تقبل، انا بتكلم في جزئيه انه ده هو ده. لا ما هو اصل الشيء بالشيء يذكر دي في حاله لو انا عايز اسهل صعب. انا بسال سؤال يا فندم، زمان كانوا بيلبسوا ميكرو جيب، تقبل بناتك وجيرانك يلبسوا كده دلوقتي؟ لا طبعا. حلو. يبقى زمان كان في حاجات كان في حاجات تتقبل. انا بتكلم دلوقتي محمود الحسيني من وجهه نظرك انا قصدي نجم وليه تاريخ. لا انا عندي تحفظ. لا ما في تحفظ. لا انا ما قلتش نجم وليه تاريخ، انا قصدي اقول انه فنان. انا بتكلم من خلال ارقام. له مجموعه من الاعمال انا شفتها، يعني منها كانت اغنيه اسمها بتتكلم عن الناس وانه لازم تسايس. اغنيه فيها بعد فلسفي وبتتكلم على طبيعه نفسيه للبني ادم. دي واحده من ضمن كام اغنيه. ماشي هو هناك اعمال سيئه. انا هتخانق معاك بعد الهوا على الجمله دي. اوكي ما كنتش اتوقع منك تقف عند الاسم الفنان محمود الحسيني بالشكل ده. انا دايما يا استاذ محمد بشوف الحلو في المطرب مش الوحش. انا اشوف الوحش. الحلو انا الحلو ده المفروض اشوفه. انا المطرب بالنسبه لي لو مش هيقدم حلو ما يبقاش مطرب بالظبط. فانا اشوف الوحش فيه ما اشوفش حلو، لان هو المفروض يبقى حلو. محمود العسيلي. محمود العسيلي فنان عارف النجاح لانه عارفه يختلف في شكل الموسيقى وفي شكل موضوعاته وفي شكل ادائه. يفتقد فقط محمود العسيلي الى اغنيه، الى كلمات حقيقيه. انا بشعر وان هو كلماته، انا بشعر لما بسمعها ان واحد اداله ورقه بالكلام وهو داخل الاستوديو. يعني اخر اغنيه اسمها تنباس، لازم تنباس، اغنيه مش فيها كلام. انا بشعر انه مجموعه كلام اتركبت على بعض. فقط ينقص محمود العسيلي انه يكون في شاعر بيكتب كلام. يعني صحيح. اخر سؤال. مطرب احمد عامر. احمد عامر فاجئتني في احمد ومحمد. احمد عامر
احمد عامر الحقيقه يعني انا بشوف لو انت مش عارفه عادي على لا فكرة. انا عارفه، ده صديقي. آه. احمد عامر بص حضرتك، هو انا متابع احمد عامر من قبل ما نسمع الكلمات بتاعته. احمد عامر من الناس اللي كانت بتغني اغاني كلاسيكيه، الورده وام كلثوم الى اخره، وهو عنده نوع من انواع تطويع صوته، وعنده قدره على التشبع بالمقام الموسيقي. هو راجل بيغني غنى شرقي صح. نوعيه الاغاني اللي بيغنيها انا شايف انها اغاني محترمه، يعني اغاني اللي غناها ما فيش فيها ابتذال، اغاني محترمه وكاتبها شاعر محترم من افضل الشعراء الموجودين على الساحه. انا موافق، بس بيقدم فقرات فنيه زيه زي الفنان رضا البحراوي وزي الفنان حكيم في اغنيه حلاوه روح. يعني لما يغني بودعك يبقى ده الموال، والسينيو والكوبليه حاجه تانية، ويحطهم كلهم في بعض وتبقى دي اغنيه. انا بشوف ان دي فقره فنيه. حضرتك دي قوانين الرسميه للحفلات الشعبيه. انا اتعلمتها منك بصراحه، كل اللي انا بقوله ده انا متعلمه منك. لا لا والله يخليك، دي قوانين للافراح الشعبيه. طيب. ما ينفعش اطلع على أغني فكره يا أغاني- استاذ محمد، هو ده مش احمد بس اللي بيعمله، أمال في مين؟ أنت مطربين بتعمله كتير أنت كمان؟ بتعمله. انت بتعمله؟ لا انا ما بعملوش، بس في مطربين كتير. زي مين؟ بس زي مين؟ لا في زمايلنا كتير اسمه بيعمل قول لي ده. اسم واحد مشهور. طيب الوقت خلص، انا رخمت عليكم بما فيه الكفايه، بس ما اقدرش. انت خلي بالكم، انا بقول للساده المشاهدين خالد كمال الشريك الرسمي والاساسي معايا في الحمله اللي من وجهه نظر الشعبيه للوقوف ضد الاسفاف في الاغنيه الشعبيه، وضد الاغاني المبتذله، وضد المطرب الغير امن على اجيال كتير. خالد كمال شريكي في الحكايه دي، مفيش كلام، وهيبقى معانا في اتصالات كتير ومقابلات كتير في برنامج بكل جراءه. نشأة شوقي احساس محترم، مطرب بيحترم نفسه، عنده استعداد يقعد 50 سنه. طالما انا بغني باحترامي، انا ممكن افضل في مكاني، ما عندوش مشكله في الحكايه دي، وراضي خالص. بما قسم الله. الحمد لله. بشكرك جدا وشرفتني ونورتني. ده شرف ليا يا استاذ وهنعمل محمد. حلقات تانية. انا اللي بشكرك جدا، وبشكر الاستاذ خالد، وبشكر جمهوري، وبشكر الناس اللي عملت مداخلات، وبشكر كل مشاهدين قناه مصر البلد وبرنامج بكل جراءة، اللي انا كنت من اشد الناس اللي فرحانه جدا ان في حاجه محترمه بتقدم ناس. مش انا مش بتكلم عليا كشخص، تمام. والله ما هو ما في اي مجامله خالص. صدق. البرنامج ده قدم حاجات اللي هو لا في حاجات حلوه، احنا مش فانا بشكرك جدا. بشكرك جدا على الاستضافه الجميله دي. بشكرك جدا استاذ خالد، بشكرك جدا، شرفتني ونورتني. انا بشكر حضرتك، ونيابه عن كل مصري بيقدم فن محترم وموجود تحت الظل وبيتابع حضرتك، بشكرك على ان انت حضرتك اثبتت ان هناك اعلام مصري يحمل رساله، اعلام مصري لا يهتم بنسبه المشاهده بقدر ما بيهتم بالقيمه اللي بيقدمها. بشكر حضرتك على ان في اعلام مصري لا زال يقدم مضمون ذات قيمه بغض النظر عن الاعلانات. انا وانا جاي النهارده اقسم لك ان فرحتي ليست فرحه ظهور على الشاشه بقدر ما انا في بوابه ومنبر الاعلام الحر. بشكرك جدا جدا على الكلمات الرقيقة دي، وبشكر الأستاذ نشأت لتاني مرة، وبشكر الأستاذ خالد دي المرة المليون. بشكركم طبعا على حضوركم وتشريفكم لبرنامجنا بكل جراءة. بشكركم مشاهدينا في كل مكان. ضيوفي اللي بيجوا هنا لازم يكون مطرب بجد ومحترم بجد عشان يجي هنا واشكره، او هو مش مطرب فاجيبه هنا عشان اقول له كفاية، وحضراتكم تقولوا له كفاية. فهنا لا ابيض لا اسود، مفيش رصاصي. بكره في حلقتنا هيبقى معانا ضيف محترم، المطرب الفنان علي فاروق. بكره هنكمل كلامنا اللي ما قدرناش نخلصه عن المعاشات وكمان التموين. وموضوعنا الاساسي بكره ان شاء الله هيبقى وزاره الصحه ومستشفيات وزاره الصحه، اللي عنده مشكله في مستشفيات وزاره الصحه او مع بعض المستشفيات. بكره يبقى معايا كلام عن معهد ناصر ومشكله معهد ناصر، الاهالي اللي تعدوا على الاطباء، هيبقى معانا كلام كتير بكره. وهنتكلم كمان عن مشكله وزاره الشباب والرياضه في بنها، وهنتكلم في حاجات كتير جدا، كل اللي يهمكم وكل القضايا وكل الاستغاثات، اي حاجه تخص اي مشاهد مصري كريم في قناه مصر البلد كمان هنعرضها. اشكرك لتاني مره، واشكرك. شكرا. استنونا بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي. تصبحوا على الف خير يا رب، يوم سعيد عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا في كل مكان. تصبحوا على خير.
موبيليات الشريف والمصطفى، أجود الخامات وأرقى التصميمات، كل ما يلزمك من عالم الموبيليا. غرف نوم، غرف أطفال، صالون وأنتري، وكمان الركنات الأوروبية والشرقية، أحدث تصميمات للنيش والسفرة. كل ما يلزمك يوجد لدى معارض الشريف والمصطفى. تصميمات مودرن أو تصميمات كلاسيك. العنوان دمياط الشعراء، أمام بنزينة الشعراء بجوار كفالة اليتيم. تليفون 012 26 031 931.